نصار الذي تتفجر فيه الموهبة من خلال هذه العفوية والصبر والجلد والاشتغال على النفس، بمعنى أن أتعلم مع نفسي وأتعلم من تجارب الآخرين إذا لم تتح لي فرصة دخول الأكاديميات المتخصصة الفنية. الفن التشكيلي الفلسطيني أستاذ خالد نصار، أهلا بك. أهلا وسهلا بكم. بداية ومدارس الأونروا والتعلم والاشتغال، أو أن أتعلم مع نفسي على هذا الواقع الذي أعيشه ومن تجارب الآخرين. تجربة المخيم والحياة في المخيم بكل ما تحمله هذه الظروف من قسوة وصعوبة، ما هي الإشارات الأولى في حياتك كفنان في سياق هذا المشهد؟ يمكن بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بداية كانت هذه الموهبة مدفونة داخلي، يعني في مخيم النصيرات. أنا من مواليد مخيم النصيرات، ولدت في هذا المخيم وترعرعت ودخلت مدارس الوكالة الأونروا، وتدرجت من الابتدائية إلى الإعدادية ومن ثم الثانوية، ولم تتح لي الفرصة لإكمال التعليم لظروف ما، فأنا أكمل ودخلت مدرسة صنايع وأخذت دبلوم كهرباء. ولكن يعني تعلمت مهن أخرى كثيرا، وهذه المهن المختلفة بالطبع لابد وأن تكون لها انعكاس على يعني تكريس الحالة الفنية لديك. هذا دليل على أني أنا أمتلك مواهب كثيرة، يعني غير الفن والرسم. الفن يجمع جميع العلوم وجميع الأمور الأخرى في الحياة. ده صحيح. يعني أنا اشتغلت في كل المجالات اللي تخطر على بال الإنسان، يعني وكنت أجيدها بإجادة تامة. يعني البناء، الخياطة، نعم. ولم يعلمني أحد على فكرة، يعني أنا علمت نفسي، يعني علمت نفسي الخياطة. أنا جبت المكن الخياطة وفككت المكن كله من البداية للنهاية حتى أعرف كيف أعيد تركيبه وصيانته. فهذه موهبة برضه كمان لها علاقة بالفن، لأنه إعادة بناء وتركيبه. اللوحة الفنية عبارة عن بناء عمل تشكيلي واكتشاف طاقة المادة الخام، الرؤية الفنية. نعم صحيح. للتعبير عن قضية، عن فكرة، عن تجربة. نعم صحيح. يعني أنا يمكن لما اكتشفت نفسي أني أنا برسم كان في عام أواخر 97 بداية 98، وكنت ممر في ظروف صعبة. يمكن الألم يخلق أو يعني يستفز الطاقة المدفونة داخل الإنسان. المعاناة والألم. نعم. يعني الإنسان فيه طاقات مكنونة قوية جدا. الإنسان يمكن أقوى مخلوقات على وجه الأرض، والإنسان عنده طاقات، ولكن يستخرج هذه الطاقات عندما يحتاج إليها. يعني تستفز الحياة ومشاغل الحياة ومعاناة الحياة. فأنا كنت أعيش في طبقة مرتفعة من المعيشة، يعني مستوى عالي، بعد ما كنت أشتغل في مصنع خياطة، كان وضعي المادي رائع الحمد لله رب العالمين. فلما نزلت المستوى إلى صفر فكان ذلك صعب علي. يعني عشت 3 سنوات في ألم شديد. في هذه اللحظة تفجرت الموهبة الموجودة عندي في عام 98. فجأة كده وأنا بتفرج على تلفزيون بتابع نشرات الأخبار، راقني حدث معين، فلقيت نفسي برسم على ورق أشياء كده دون أن أشعر. يعني يمكن الإنسان لما بيكون قاعد أحيانا يعبر عن ما في داخله بخطوط دون أن يشعر ما هي هذه الخطوط أو ماذا أكون بإمكاني السلاح لأدافع عن هذه القضية بالشكل المعروف من أشكال المقاومة المباشرة. ولكن قد يأتي هذا الدفاع من خلال شعر محمود درويش، من خلال ريشة. نعم صحيح. يعني أنا يعني هي كانت بداية بدأت فيها وأنا عشت على الاحتلال، يعني ولدت على الاحتلال وعشت على الاحتلال. يعني أنا مليء يعني بالقهر والظلم. ففي بدايتي رسمت وعبرت عما يدور في قضيتي ومن بين أبناء شعبي، لكن تناولنا المواضيع في البدايات اللي كانت الانتفاضة الأولى. كنت مختزل أشياء كثيرة في داخلي فعبرنا عنها من خلال أعمال كثيرة. يعني الطفل، المرأة، مزجنا ذلك بالتراث هذه الأرض وتجذرنا في هذه الأرض. رسمت جسدت المرأة الفلسطينية وهي أمام الرحى، التراث الفلسطيني المسروق منا. نعم. ووضعت الثوب الفلسطيني، ثوب قريتي اللي كانوا بيسموه جنة ونار. يعني كانوا بيختاروا ثوب. دلالة الجنة والنار هنا ايه؟ اللونين. المعنى اللي هو اللون الدلالي. الدلالي اللون الأحمر دليل على النار، واللون كان الأزرق الفاتح، الأزرق هو لون الأزرق مع اللون الأحمر. يعني بالفطرة
كانوا فنانين، يعني ابائنا واجدادنا فنانين، يختاروا المسميات حسب حسب حرارة اللون وبرودته يعني. قبل أن أدخل